واش كتعرف باللي المخابرات الامريكيه الاف بي اي خلات المشاكل ديال العالم كامل وجات المغرب باش تقرا وتطور راسها في واحد المجال اللي كنا كنظنوا باللي هما الطوب فيه؟ اي يا سيدي، ميريكان بكل ثقل هاجات المملكه باش تعلم كيفاش كنأمنوا التظاهرات العالميه، وهذا الشيء خلى الصحافه الدوليه تنبهر بواحد الدرجه ما كتصورش. قبل ما ندخلوا في هاد التفاصيل الصادمه ونعاود لكم القصه من الاول حتى الاخر، الا كنتي باغي تكون جزء من هاد العائله وتعرف الحقيقه اللي ما كيقولوهاش ليك في بلايص اخرى، كنتمناو تضغط على زر الاشتراك دابا، حيت بقات لينا خطوه صغيره ونوصلوا ل 20,000 مشترك في رادار. وبدعمكم نتوما هاد الهدف غيكون بين يدينا في الساعات الجايه. كملوا معنا هاد الرحله ويلا بينا. القصة كتبدا من واحد السؤال كيطرحوه كاع القنوات الدولية في بلجيكا وهولندا وألمانيا: كيفاش هاد المملكة المغربية قدرات تبهر العالم وتنجح في تنظيم تظاهرة رياضية كبرى بشهادة القاسي والداني؟ هاد الناس ما بقاوش غير كيهضروا، بل ولاو كيعتبروا النسخة المغربية هي الأحسن تاريخيا، وماشي غير كلام، بل هو واقع شفناه مراه العين. ملي كنهضروا على هاد النجاح خاصنا نفهموا باللي هاد الشيء ما جاش من فراغ ولا بالزهر، بل هو تمرة ديال واحد الخدمة جبارة كيديروها رجال ما كيناموش، ناس واقفين في البرد والشتاء، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة وجيش وكل الأجهزة اللي كتسهر على ما ظهر منها وما بطن. تخيلوا معايا، كبار المسؤولين الأمنيين كانوا حاضرين في الميدان، واقفين على أبسط التفاصيل، من المراقبة بالكاميرات الدقيقة حتى للطائرات المسيرة اللي كانت كتمشط السماء، وبروتوكولات أمنية خلات الوفد الأمريكي اللي جا المغرب يحل فمه بالدهشة. هاد الوفد ديال الاف بي اي ما جاش غير يدور، بل زار الملاعب والمنشآت الرياضية واطلع على السيستم اللي خدام به المغرب، وشافوا كيفاش كاين واحد التناسق رهيب بين فرق التدخل وسيارات الكشف على المتفجرات وتدبير الحشود، لدرجة أنهم اعتبروا النموذج الأمني المغربي هو المرجع اللي خاص العالم يتعلم منه قبل المونديال ديال 2030. هاد الاعتراف هو أكبر رد على أي واحد كيحاول يشكك في القدرات ديالنا، حيث المغرب اليوم ما بقاش غير بلد كينظم، بل ولا مدرسة كتصدر الخبرة الأمنية للعالم كامل. وفي الوقيته اللي احنا مرتاحين في ديورنا، كاين اللي كيسهر على العقيدة الوطنية وعلى هاد التراب الغالي، وهذا الشيء هو اللي خلى القنوات الرياضية العالمية بحال زيغو سبور الهولندية تبدع في التغطية ديالها وتوري العالم الجمالية ديال كل ما هو مغربي. وهنا كنوصلوا لواحد النقطة مهمة، وهي حرب الهوية، حيث ملي كيشوفوا هذا النجاح كينوضوا الجيران اللي ما يتسماو كيحاولوا ينسبوا ليهم التراث ديالنا، من القفطان للسلهام حتى أتاي المغربي. ولكن هيهات، العالم كامل شهد باللي المغرب هو بلد التاريخ والأصالة، وبلد الأمن والأمان اللي ما كيتزعزعش. هاد التميز اللي كيعيشوا المغرب اليوم هو نتيجة سياسات طويلة النفس وروح وطنية عالية كتميز الشعب المغربي اللي كيرفع راسه ديما وشعاره الله الوطن الملك. حنا اليوم كنعيشوا في فخر كبير، حيت بلادنا ولات كتحترم من طرف القوى العظمى، والنموذج ديالنا ولا كيتحتذى به في كل القارات. القصة اللي عشتوا معانا اليوم هي غير جزء بسيط من بزاف ديال الحوايج اللي كيوقعوا في المملكة، وكتبين لينا باللي المستقبل واعد والمغرب غادي في طريق صحي بكل ثبات. وفي الختام كنحيوا هاد الرجال الأشاوس اللي هازين الراية، وكنتمنوا دوام الصحة والعافية لملكنا اللي ساهر على هاد الاستقرار. ودابا باش تكمل الصورة وتعرف كاع الخبايا اللي مخبية عليك، كنقترح عليك دوز تشاهد هاد الفيديو اللي بان ليك دابا، أو اختار الفيديو الثاني اللي كيتعلق بموضوع كيهمنا كاملين. تفرج وقول لي رأيك في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو الجاي.